ازاي تم اختراع اول تقويم في التاريخ. اول نتيجه، في يوم من الايام الفلاح المصري قاعد جنب نيله جوه غيطه، جيشه حاميه وقاعد بيزرع وبيقلع. فجه الفلاح وقام قايل لا، انا ما ينفعنيش ازرع واقلع بالبركه كده، بس الصراحه انا موريش حاجه، فلازم اقعد ابدع وافنن وكده. فالفلاح المصري القراري ده كان كل موسم فيضان بيسجل ملاحظات. هو الفيضان ده لما بيحصل ايه اللي بيبقى موجود في السماء؟ منسوب النيل بيبقى عامل ازاي؟ الجو بتبقى ايه حالته؟ وقعد يعد كل شمس وقمر بتظهر ما بين كل فيضان والتاني. طب يا ترى ماذا لاحظ هذا الفلاح القراري؟ اول حاجه لاحظها ان الفيضان ده لما بيجي بيبقى فيه نجمه في السماء، نجمه بتبقى ظاهره جدا اسمها سيريوس. النجمه دي ما بتظهرش الا كل سنه وقت الفيضان، وبتختفي اول لما بيخلص. يا ابن اللعيبه فلاح، وايه كمان؟ ولاحظ ان ما بين كل فيضان والتاني 365 شمس وقمر، اللي هم 365 يوم يعني. وكل 30 قمر القمر ذات نفسه شكله بيعمل دوره كامله، يعني القمر بيبتدي بشكل وبعد 30 يوم بينتهي على الشكل اللي بدأ عليه. فهذا الفلاح المصري الفاضي القراري قال لك بس يبقى كل شمس وقمر نسميه يوم، وكل 30 شمس وقمر نسميه شهر، وكل 365 يوم نسميه سنه، والسنه بيبقى فيها 12 شهر، وراس السنه واول يوم فيها هو يوم بدايه الفيضان. طب ثانيه واحده يا استاذ الفلاح، احنا قلنا 12 شهر في 30 يوم يبقى 360 يوم، والسنه فيها 365 يوم، وديت الخمس ايام الباقيين فين؟ فتعالوا نعرف مع بعض اين بعثر هذا الفلاح الخمس ايام الباقيين من السنه. ازاي المصريين القدماء احتفلوا براس السنه المصريه؟ راس السنه المصريه ما كانتش يوم واحد كده شقلب وقلب، لا دي كانت 5 ايام بحالهم. فالمصريين خصصوا من السنه 360 يوم اساسيين لزرع وقلع وبنى ودراسه، و5 ايام دول بقى ال5 ايام الاجازه بتوع راس السنه، 5 ايام من الانتخه واللعب والاحتفالات، وتم تعبئه الكرش بنجاح وهكذا. فتعالوا نعرف الفلاح المصري ازاي كان بيقضي اجازه راس السنه بتاعته. من اول يوم اجازه اللي في ايده فاس يرميه، واللي في ايده ازميل وشاكوش يسيبه، وكله يلا يجمع على المعابد وعلى ضفاف النيل، يلا الكل هتولع. واللي ليه قرايب ولا اصحاب يروح يعيد عليهم ويقول لهم سنه خضراء عليكم، كانوا بيقولوا سنه خضراء، وسنه خضراء دي دلاله يعني ان السنه الجديده تبقى كلها بركه وزرع وطرح عليك كده. والنسوان بقى بيجيب معاها البط، الوز، الفسيخ والفواكه وكل ما هو لذيذ. وبعد ما الكل بيحتفل في المعابد وعلى ضفاف النيل وفي الشوارع، النسوان وهي راجعه من الاحتفالات بتجيب شجر اخضر معاه، بيتحط في البيوت وقدام البيوت وفي المعابد وفي كل مكان. الشجره الخضراء اللي اول شعب في العالم احتفل بيها هم المصريين، دي كانت دلاله على الخير والفيضان والخضره، وامتنان للالهه المصريه ان هي منت على الشعب بان هي رجعت لهم الفيضان تاني وادتهم سنه جديده سعيده. الشجره الخضراء بتاعتنا احنا المصريين، مجتمع الاوروبي اللي سرقها مننا يا لصوص، خليكم انتوا في العربيه الكارو المخلعه بتاعت الحاج نويل. وكل سنه وانتم طيبين وسنه خضراء عليكم. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.